في ناس الفقر بيطاردها، وفي ناس هي اللي بتطارد الفقر. تلاقيها معاها ملايين ومستعد يلف الدنيا على كعبه عشان يوفر بريزة. تلاقيه دايما بيتوحوح يشتكي من الدنيا ومن الحال ومن قلة الحيلة. هو لو عطس يطير رزم فلوس من جيبه. الشخص ده عايش في أغرب سجن في الكوكب، سجن هو اللي صب خرسانته بفلوسه وقفل على نفسه وضيع المفتاح. بص على الشخص ده، هتلاقي هدومه باهتة، جزمته شبه الترقيع، وعربيته موديل سنة جدي. مش عشان ما معهوش، لأ، ده خايف، مرعوب من العين ومن الحسد ومن الضرايب. بيعيش عيشة يا أخي تحت الصفر، وهو رصيده في البنك يخليه باشا. بياكل أرض أكل ويسكن في أضيق مكان، يا ساتر يا رب، ويحرم عياله من النفس عشان بس يطمن إن الرقم اللي في البنك ما يقلش. هو فاكر إن كده شاطر، هو في الحقيقة ميت، هو لسه بيتنفس. والأغرب بقى من كل ده إن عينه دايما في إيد غيره. يشوف حد ربنا كرمه بسبوبة ولا بأي حاجة، ولا اشترى حتة عفش ولا حتة خروجة حلوة، يقول لك بقى يا سيدي مبروك. بس القرش صياد، والفلوس بتروح للي ما بيعرفش قيمتها. هو مش قصده نصيحة، هو قصده غل. هو بيموت من جوه إن حد غيره داق طعم الدنيا، وهو لسه بيعد في ورق شجر ملوش قيمة. طول ما هو مركون في الضلمة، بخيل في قرشه، بخيل حتى في كلمته الحلوة. ليلته عبارة عن حسابات وقلق وخناق، بيراجع بقى فواتير ما يدفعهاش، ويفكر في القرش الأبيض لليوم بتاعه الأسود، لحد ما أيام بيته كلها بقت سودة. لو ابنه طلب منه لعبة يشوفها كارثة مالية، لو مراته طلبت منه خروجة يشوفها مؤامرة لسرقته. هو عايش في رعب إن الفلوس دي تطير، ما يعرفش إنها فعلا طارت، لأن الفلوس اللي ما بتتصرفش هي ورق ملوش أي عازة. في الآخر الشخص ده بيموت وهو أفقر واحد فينا، بيموت ويسيب وراه الورق اللي قضى عمره يجمعه عشان غيره يصرفه في يومين. ساب الدنيا وما دقش طعمها، سابها وهو خايف، وسايب وراه سيرة البخل. ياللي خايف تصرف الفلوس، الفلوس اتعملت عشان تخدمك مش عشان تعبدها. العمر هو العملة الوحيدة اللي لو نقصت مفيش بنك في العالم يقدر يسلفك ثانية واحدة زيادة. فكها، عيشها، واتبسط، وابسط اللي منك، الكفن ملوش جيوب.